أهلا بحضراتكم. ما هو الوطن؟ ما هو تعريف الوطن؟ يمكن ينسب إلى سيدنا وتاج راسنا نجيب محفوظ تعبير بيقول لك أنه الوطن هو المكان الذي تنتهي فيه كل محاولاتك للهروب. في تعبير آخر بينسب إلى شاعر أمريكي أعتقد روبرت فروست إذا لم تخني الذاكرة، أنه الوطن هو المكان الذي تدرك أنك مرحب فيك دائما هنالك في ذلك المكان، فبالتالي هو الوطن. وفي بيت شعر عربي يحضرني في هذا المعنى بيقول لك إيه: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك. يعني الوطن هو المكان الذي أقضي فيه شبابي وطفولتي وعندي الذكريات التي يمكن أن تلازمني في بقية الحياة. وأنا بتحدث وأواصل الحوار مع الروائي الليبي العالمي المشرف لينا كلنا الأستاذ هشام مطر. منورنا يا أستاذ هشام. الله يخليك. احنا بنواصل معك هذا الحوار عن كتابك البديع ذا ريتيرن أو العودة، الذي حصل على جائزة بوليتزر وجوائز كثيرة لن يتسع الوقت لذكرها الحمد لله يعني، وربنا يزيدك دايما. الله يخليك. وانت اتولدت في نيويورك بالصدفة لأنه والدك كان بيعمل هنا، يعني ما كانش قرار أن الأسرة هاجرت. عشت طفولتك في ليبيا وبعدين بعدت عن نيويورك سنين طويلة، وعشت طفولتك في ليبيا ثم حرمت منها ل 33 سنة. أقمت في نيروبي في البداية، ثم في القاهرة، ثم في روما، ثم في لندن، ثم في باريس. إيه هو الوطن؟ وبعدين أنت قايل بتقول إنه دايما يجي لك السؤال الممل إن حد يسألك من أين أنت؟ أنا مش هسألك السؤال الممل، هسألك سؤال أكثر مللا اللي هو ما هو الوطن بالنسبة لك؟ تعريف الوطن بالنسبة لك إيه؟ هو المثير في الموضوع في السؤال هذا إن السؤال في الحياة اليومية مش موجود. يعني أنا ما ننصش مثلا في الصبح ونقعد على مكتبي ونقول من أنت؟ لكن بمجرد ما يحضر الآخر أيا كان بالضبط بيحضر السؤال، والسؤال له وزن معين. يعني الجواب البسيط هو الوطن هو ليبيا، عشان ليبيا هي المكان اللي يعني اللي يصير في ليبيا يهمني أكثر من اللي يصير في أي مكان آخر. مع أني عندي علاقة قوية بمصر، عندي علاقة قوية ببريطانيا، ويهمني شو يصير في بريطانيا، ويهمني شو يصير في مصر، لكن ما فيش مكان يهمني أكثر من ليبيا. لكن من ناحية عملية الوطن بالنسبة لي هو حياتي اليومية، بيتي مع زوجتي، مكتبي وكتبي، علاقتي مع أسرتي، مع الوالدة وأخوك والأسرة الممتدة بالضبط، ومع أصدقائي، اللي هم المجموعة هذه. خاصة الأصدقاء ليهم، لو البلد ليها بيئتها وتراثها وطبيعتها، الأصدقاء برضو ليهم بيئتهم وتراثهم طبيعته. هذه الحاجة. جميل. وانت كمان في الكتاب، وانا بحاول ان انا ما استفدش في ذكر مقاطع من الكتاب عشان ما افسدش متعة القارئ لما يقراه، بتتكلم حوالين فكرة الشفاء من الوطن ومحاولات الشفاء من الوطن. وبيقودني ده للتجربة الإنسانية الأكثر حضورا في حياتك، واللي هي تجربة اختفاء الوالد. لأنه قرر أنه يبقى شخص مختلف، لأنه قرر أنه ما يسيرش مع القطيع الوطني المستمر، وأنه يقول لا للطغيان أو لا للظلم. فتعرض لتجربة الاختفاء ثم الاعتقال، وحتى الآن لا يعرف أحد أين هو. هذه التجربة المريرة يشاركك الآن فيها آلاف الأسر، صح، في الوطن العربي، في مصر، في سوريا، في لبنان، وناس مختفين على أيدي حكوماتهم، وعلى أيدي برضو نفس حالة الوالد، مش مختفين على أيدي العدو في حرب عالمية أو في حرب كونية. وانت زي ما بتقول انه الاختفاء اصعب من الموت، يعني انه فكره ان طبعا الموت مختلف والموت وفكره ان تفقد، لكن ايه يعني
ايه اللي ممكن تشارك فيه؟ انا ما بحبش فكره النصايح او ان انت تقول يعني ما حدش هيقدر ينصح حد في مصيبه، لكن ايه اللي ممكن تشاطره او تشاركه مع من يتعرض لهذه التجربه من خلال تجربتك؟ لا مهم. بعدين انت جبت كذا حاجة كلها مهمة. اول سؤال اللي هو على يعني تحفظي بالمشاعر المشاعر القومية القوية هذه، والناشوناليزم الوطنيه. الناشوناليزم بالنسبة لي أنا يعني عندي تحفظات عليها. أحس إن هي يعني تعمم وتفصل، وأنا مهتم أكثر بالمشاعر العالمية أو اليونيفرسال، الإنسانية اللي هي يعني أنا دائما نؤمن إن اللي بيننا أكثر من اللي يفصل فينا، سواء يعني بالأجناس أو البلدان. فأنا يعني مش متحمس كثير بالمشاعر هذه. هذا مش معناه أن أنا ما نحبش بلادي، بالعكس. أنا بالنسبة لي التعبير القوي على الحب هو انك انت ما تقعدش دائما تكرر فيها، وبعدين انك انت تسمح روحك مساحه للنقد. صحيح. هذا هو بالنسبه لوالدي يعني كان تاثرت كثير انا باستقلاليته. ما نحكيش توا عليه كسياسي، نحكي عليه كأب. وكيف انه هو كان يرحب باستقلاليتي انا لما مثلا يكون عندي رأي مختلف على رأيه. كان بالنسبة لي هذه حاجة تفرح. وكان وعلمني فن الحوار. كان عنده فكرة يقول الحوار مش انك انت يكون عندك الفرصة انك انت تفرض رأيك او تقنع الشخص الآخر برأيك. كيف يكون الحوار لو انت تقول رأيك وانا نقول رأيي، ومع بعض نمشي نلقوا احتمال ثالث، احتمال رابع. فالحوار كان نوع من الإبداع. هذه كانت بالنسبة لي فكرة جميلة. وكنا مع أننا كنا عايشين في نفس البيت طبعا، كنا نكتب رسائل لبعض. الله. فكان في الحب. ومين اللي بدأ الحكاية دي؟ مش فاكر. مش فاكر بس كانت سايرة بيننا. إن فعلا في حاجات معينة أنت تقدر تقولها. يعني معلش، أنت بتيجي من المدرسة ممكن تلاقي رسالة سايبها لك الوالد وهو في البيت. بالضبط. الله. بالضبط. وهذا طبعا حوار آخر. زي ما أنت عارف الرسائل في حاجات معينة الرسالة نفسها تسمح بها، مرات الحوار ما يسمحش بها. وكان حبه للأدب واضح، ونكتب أنا على حبه للأدب. بس فاختفاءه بالنسبة لي أنا كان حدث صعب ومعقد. أنا ما نقولش أن الاختفاء أصعب من الموت، لكن أنه هو مختلف. يعني أنا فقدت ناس أعزهم كثير للموت، ومع أني مستمر في إحساس بالألم، والألم يعني مفاجئ. مرات نحس روحي أن أنا نسيهم تماما، بعدين فجأة تفكر. عندي واحد صديق لي توفى من 2 سنين، ومريت حوالي سنة ما فكرتش فيه. فجأة في مكان غريب كنت في وسط المطار جاني إحساس قوي بالألم وبالفقد، وحشني. فطبيعة الفقدان الموت حتى هي معقدة، لكن المختلف في الاختفاء أنك أنت الاحتمال أن الشخص موجود ومش موجود بفكرة يعني مثلا إيمان ديني أو هيك، أنه هو موجود مثلا في الجنة أو لكن موجود تو في اللحظة هذه تحت نفس الشمس، تحت نفس القمر، في هذه اليوم، في هذه اللحظة موجود. الإحساس هذا يقد ماشي معك على طول لمدة سنين. حتى لو كان تحت الأرض بس موجود في الآخر. أنت عارف التعبير البلدي اللي احنا بنقوله الشعبي اللي هو أعرف هو فين عشان أرتاح، بنقول كده. بالضبط. بس أنا نحكي على السنين اللي هي قبل ما الواحد وصل به المطاف، أنه هو يقول غالبا هو متوفي يعني. بس في السنين اللي هي
الواحد عنده إحساس قوي إنه هو عايش لما كان في رسائل بتهرب منا إلينا. الوقت هذا موجودة على طول، وانت تاكل، وانت كيف تلبس يأثر فيك، كيف تلبس، كيف تحكي. فهو له طابع معين على الدقائق والساعات. وحط أبي في النص، وحياتي كلها أصبحت حواليه. وهذه أنت ممكن تقول هذا نوع من الولاء يعني الإكستريم، حاجة الواحد يعني يقدرها. بس أنا تعلمت إن هذا مش أحسن طريقة، مش أحسن طريقة. إن خذا مني أنا كثير، وأنا والدي ما كانش يبي هيك. يعني هو بالنسبة له هو كان يقدر استقلاليتي. فما فيش تناقض. الدرس اللي أنا تعلمته إن ما فيش تناقض بين الولاء وبين جريك على المعلومات وعلى الحق، وبين استقلاليتك أنت، وتعطي روحك رخصة أنك أنت تعيش. صحيح. أنت بتقول في أحد المقاطع تشعر بالخزي لأنك لا تعرف أين هو والدك، وتشعر بالخزي أو بالأسف أو الأسى، بحاول يعني لا أقرب كلمة، لأنك لا تقوى على الكف عن البحث عنه، والخزي من رغبتك في التوقف عن البحث عنه. كل هذه المشاعر المتضاربة برضو من المناطق اللي الحقيقة أثرت فيها جدا لما بتقول أنه في شخص رأى والدك، فإنه أنت بتبص في وشه وفجأة جالك شعور أنه أنت عايز تمتلك عينيه، يعني وتأخذ العينين اللتين رأى بهما أبي، وأن أقتلعهما من جمجمة هذا الرجل وأن أضعهما في جمجمتي. للدرجة دي المسألة ثقيلة على النفس. لكن برضو بيجي لك يعني شعور إنساني بتقوله يمكن في صفحة 111 في الطبعة الإنجليزية، أنه في مرة أنت حسيت أن والدك واقف وراك وبيقول لك كفاية، توقف الآن. طيب بعد ما كتبت العودة أنت حاسس أنه خلاص أنت يعني قادر دلوقتي تتوقف عن الانتظار، عن البحث، عن التفكير حتى في الاختفاء، ولا ده شيء مستحيل هيلازمك للأبد؟ لا، هو حيلازمني للأبد، لكن طريقة وجوده في حياتي اختلف. يعني أنا أنا حاسس إن مش أبي اللي في النص، بس أنا اللي في النص. نحكي في حياتي الشخصية. وهذه البارادوكس، الكونتراديكشن، يعني إن الوضعية هذه تسمح لي إن أنا يكون عندي علاقة مع أبي أقرب مفارقة. الغريب إنك أنت لما تقعد حياتك كلها متعلقة، أو علاقتك كلها بالأب متعلقة بأنك أنت تعرف هو شن صار له وينه، وتكشف الجريمة، إن في خطورة هنا إنه هو يصبح عبارة عن victim، ضحية لك أنت، تنظر له بس كهكي. فأنا اكتشفت إن توا عندي علاقة حية وحميمة مع والدي، وموجود لي كوالدي، مش بس السجين السياسي اللي صار، اللي اختفى. الحاجة دي كلها مهمة وأنا فخور بيها، فخور بموقفها، لكن عندي توا علاقة بي. هذه كانت مفاجأة بلال، كانت فعلا مفاجأة ما كنتش متوقعها. واكتسبتها وأنت تكتب الكتاب. حاجات كثيرة صارت كثير. جزء منها الكتاب، لكن حاجات ثانية صارت. هذا ما يعنيش ان انا مازال مستمر على البحث، لكن شكل البحث اختفى. وانت قلت تعبير رائع اللي هو انه انت تحولت المراكز، فانت الان اصبحت في المنتصف، وانه يبدو بنفس التعبير كما لو كان والدك الان يبحث عنك ايضا. أيوة. يعني يبحث عن المسار الذي ستسير عليه حياتك، وده معنى الحقيقة. يعني الواحد جسمه بيشعر وانت بتقوله. بس المساحة وسعت. يعني مساحة وسعت. هو أصبح يعني الأب طبعا أب، بس برضو رجل وعنده حاجات ثانية. فإنك أنت يكون موجود لك في المساحة الواسعة هذه حاجة، يعني حاجة جميلة. سؤال يعني قد يزعجك بعض الشيء، ولكن هحاول أسأله، اللي هو طيب ما قبل مرحلة الفخر
وانت يعني في السنين الطويلة، احنا بنتكلم عن سنين طويلة من الاختفاء، ما جاش عليك في لحظة وانت بالتأكيد وزي ما بتصف انه عيلتكم عيلة مسيسة ومثقفة، بس ما جاش عليك في لحظة انك تشعر بالسخط عليه، انه احنا ليه ما نعيش حياة عادية؟ اكيد شعرت بذلك اكيد وبكتب عليها. لا اكيد. فبالتالي هو يمكن ده انا ما استشفتوش في العودة، لكن ده موجود في بلد الرجال وموجود في تشريح اختفاء، انه المشاعر المركبة تجاه لا وفي برضه في العودة في نحكي على حوارات كانت بيني وبين والدي على الموضوع هذا، كان في اختلاف بيننا. بس بعد الاختفاء ما حسيتش انه يا ريته غير مساره؟ يا ريته. اكيد حسيت. اكيد مش مساره، مش العقيدة، بس الاسلوب، الطريقة طريقة وهذا موضوع ثاني، موضوع مهم، موضوع تاريخ المنظمات اللي كانت تتعارض في القذافي الليبية، تاريخ مهم ما فيش حد كتب عليه يعني مزبوط، لكن كان لهم أساليب معينة أثبت في الوقت أن هي ما نجحتش. فكان في حوار مفتوح بيني وبين الوالد على الأسلوب. بس يعني والدي كان مش عارف كيف نقولها بالعربي، يعني he was committed to a cause، ملتزم أو منخرط تماما فيما يفعله، يعني في الكوز هذا، في القضية. ولما يكون عندك أب يعني جزء كبير من القضية، أو القضية تعتبر جزء كبير من حياته، هذه دي تشكل مشاكل بالنسبة لك أنت كطفل. صحيح. أنك أنت تبيه يكون اهتمامه شعورك أكثر. صحيح. لكن خذيت منها دروس كثيرة، وبعدين أنا وهو فيه بيننا حاجات كثيرة يعني مقاربة. يعني مثلا أنا علاقتي بشغلي بكتابتي برضو يعني فيه شوية نفس الكوميتمنت والالتزام. مع أنه هو يعني مش شغل سياسي، لكن بالنسبة لي أنا جميل. بعد الفاصل هسألك حوالين النقطة اللي يمكن بيبحث عنها أيضا كل من تعرضوا وكانوا من ضحايا الاختفاء القسري أسرهم أو القتل من أجل مبدأ، اللي هو ما هو مفهوم العدالة بالنسبة لك في المستقبل؟ كيف تشعر أنك راض، أو يعني لا يوجد شيء هيعوضك عن والدك، بس كيف تشعر أنه العدالة تحققت؟ ففاصل قصير وأسمع هذا السؤال من الروائي الليبي العالمي هشام مطر. فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم. تحت نقدر نقول ستار تفاصيل كثيرة عن الطاغية الكوميديان اللي بيقعد في خيمة واللي بيلبس لبس غريب بالألوان واللي حراسه ستات، لم يدرك البعض أن الموضوع وراءه جانب آخر لا علاقة له بالكوميديا إطلاقا، له علاقة بمآسي، له علاقة بإعدامات جماعية، له علاقة بتصفيات، بقتل، بمناخ من الخوف والرعب. وتعرض لهذه التجارب كلها وكان أحد ضحاياها، لأنه ابن سجين سياسي مخطوف ومختفي بالتعاون بين النظام المصري والليبي في التسعينات، مبارك والقذافي. الروائي الليبي العالمي هشام مطر، واللي كنت بسألك يا أستاذ هشام قبل الفاصل حوالين فكرة القصاص، الثأر، العدالة، حق الشهيد، الانتقام. هذه المعاني كلها عاشت معك طول عمرك وتعيش معك حتى الآن، وأكيد عايشة عند آلاف الناس غيرك وزيك في ليبيا وفي مصر وفي سوريا وفي كل الأوطان العربية المقموعة وفي العالم، حتى في بورما، في الكونغو، في غيره. أنت شايف مع تطورك ونضجك إمتى تشعر إنه بين قوسين والدك أخذ حقه أو نال حقه؟ أنا الانتقام ما عمره ما كان يعني جزء من الموضوع بالنسبة لي. يعني أنا سعيد جدا إن في السنين هذه كلها من اختفاء الوالد إلى الآن ما عمري ما حلمت بالانتقام. إن الإشكالية في الانتقام بالنسبة لي هذا هو الفوز الأكمل للطاغية، إنه هو يعلمك أنت نفس لغة الانتقام.
أنا الحاجات اللي كنت نحلم بها مش انتقام، نحلم بالعدالة. إن العدالة فيها جانب educative، تعليمي للثقافة، للمجتمع قصدي. آم، ف فالانتقام ما كان جزء منها. لكن شوف، في سؤال كان دايما معايا أنا في السنين هذه. شنو الغرض انك انت تاخذ شخص تخفيه. شنو الغرض؟ ان احنا بالنسبه لنا طبعا التصرفات هذه كلها غير عقلانيه، مجنونه، لكن لها غرض. هي مش مجنونه بالطريقه هذه، يعني لها لها غرض، هدف. لها هدف. الهدف انك انت لما تخفي شخص انت برضو تسبب خوف غير عادي عند المجتمع عموما، ان الناس تخاف اكثر من الاختفاء عن الموت، رايي انا. وفي نفس الوقت تحتل فكر وعاطفه الناس اللي موجوده برا، اهاليهم، وتعطل حياتهم، تحطهم على الهولد زي ما احنا بنقول. بالضبط. وفي نفس الوقت انت شنو هو اللي يبيه الطاغية؟ اكثر حاجة يبيها، يبي يملكك، يبي يملك فكرك. هو زي الجلس جلس لافر، مش عارف الحب، الغيرة، او العاشق الغيور، غيران من وقتك. يعني مثلا كان في تفصيل مهم كان الوالد يكتب فيه في الرسالة، إن كان في سماعة محطوطة في سقف الزنزانة، بداش توصلها، تشغل في خطابات القذافي من 6 صباحا إلى 12 في الليل. أكن المشكلة أنك أنت ما سمعتش. هذه هي المشكلة. فهو بس في يعني حتى وأنت في حوزة الطاغية هو عايز يقول لك أنا مالك ودنك وتفكيرك. وطبعا بعدين اكتشفنا أن في مساجين كثير اللي هو كان يعني أكثر الناس اللي كانت مضايقته أكثر، لما قتلهم حطهم في الفريزر بحيث أنه هو يقدر يمشي ويشوفهم من وقت الآخر عشان يتأكد، أو ممكن مش عشان يتأكد، ممكن عشان يتمتع، ما أعرفش السبب. بس هذه بالنسبة لي كلها حاجات مثيرة جدا على سيكولوجية الإنسان، يعني قصدي طبعا هذه، أو حتى يمكن نفسيا عشان يحرمهم من مفارقة الحياة اللي هو مسيطر عليها ربما. بالضبط. يعني شخص معقد بالشكل. فالاختفاء نفسه معقد، في حاجات كثيرة. يعني وبعدين ممكن حتى من ناحية، يعني الواحد حتى لو يتكلم عليها من ناحية ميكانيكال، يعني أغلى. يعني أنت لو في واحد أنت متضايق منه عاوز تسكته، ما تقتله. ليه اختفاء؟ it's more complicated. فهذا كله كان موضوع موجود عندي. فأنا نقترح أن جزء من الغرض إنه هو يسيطر عليك أنت كابن، كزوجة، كأخ. وعشان هيك عبقرية القانون الدولي إنه هو يقر إن الاختفاء جريمة مش بس ضد الإنسان اللي اختفى، بس لأسرته. وأيضا، وهذه أنا بالنسبة لي هي فعلا عبقرية القانون، هي برضو جريمة ضد الشخص اللي خذا الأمر إنه هو يخفي الشخص هذا. فأنا بالنسبة لي أنا يعني ولائي أنا شخصي، أنا مش نصيحة أن كل شخص مختلف، بس ولائي أنا شخصي هو ولاء للعدالة. يعني شعورك الإنساني، يعني زي ما بيقولوا التعبير الفيل، هناك فيل في الغرفة غيري طبعا، يعني فيلين في الغرفة. الفيل هو سؤال إنه لازم أسألك عن شعورك الشخصي وقت ما شفت القذافي وهو بيتعرض إلى أسوأ نهاية ممكن يتعرض ليها طاغية. كنت بتفكر في إيه وأنت بتفكر؟ بالأسف إن بالنسبة لي كانت فرصة ذهبية وراحت من الثورة. إيش هي الفرصة الذهبية؟ أوكي، أنا عندي إحساسي بالأسف كان يعني لكذا سبب. السبب العقائدي هو إيماني أنا بحقوق الإنسان، وإيماني بأن كل إنسان لازم يعامل بطريقة إنسانية، وإنك أنت لما تنزل لنفس المستوى
وتخلي علاقتك هي علاقة انتقامية، أنت فقدت شيء أعمق من اللي فقدته قبلك. رأيي احتمال يكون غلط. السبب الآخر سبب استراتيجي، اللي هو لما أنت خذيت القذافي وعملت المعاملة هذه. وعلى فكرة أنا ما نلومش في الشباب اللي عملوا هيك، إنهم كانوا شباب يحارب ومش يعني مش بروفيشنال فايترز، بس مع هذا فرصة راحت منا. إن لما أنت تعامل المعاملة هذه أنت وصلت رسالة إن الحاجة الوحيدة اللي تغيرت هو من اللي ماسك المسدس فقط. ثورة بالنسبة لي أنا ما كانتش عبارة أنك أنت تغيير أشخاص بأشخاص أخرى يتصرفوا بنفس الطريقة، لا، كانت ثورة بتاعت قيم. وما كنتش لوحدي، ناس كثيرة كانت مؤمنة بالكلام هذا. فكانت لحظة استراتيجية راحت. طبعا هسألك عن اللوغاريتمات في ليبيا يمكن في الجزء الثالث والأخير، وإزاي أنت شايف الأحوال والأوضاع، ولو أن طبعا المسألة أصعب من التوصيف أو التصنيف، لكن أنت شايف أنه بالنسبة لك أنت كهشام ابن جاب الله مطر، الهدف الذي تشعر بالرضا فيه هو مثلا لجان حقيقة ومصالحة مثلا على نمط ما حدث في جنوب أفريقيا، أو إعادة فتح القضايا يوما ما زي ما حصل في أمريكا اللاتينية ومعاقبة من قام بها؟ لما مشيت ليبيا كان في حوار مثير جدا على الموضوع هذا مع مجموعة من شباب كانت جزء منها كان في السجن، نفس السجن اللي كان فيه أبو سليم. شباب حاربت في الثورة. السؤال هو كيف تتعامل مع الأشخاص اللي هي كان جزء من النظام الأولاني، سواء كانوا يعني جزء عقائدي أو جزء يعني كانوا employed بس إنه هو يشتغل في السجن أو كذا. شنو المعاملة الصح؟ وكان في كذا اقتراح وأنا كنت نسمع. واحد منهم سألني قال لي شنو رأيك؟ قلت له والله أنا بصراحة مش عارف، لكن نقترح إن لازم يكون في طريقة للأشخاص هذه إن هي ترجع وتصبح جزء ثانيا من المجتمع. كيف؟ مش عارف. فواحد منهم سألني سؤال استفزازي. أنا دايما نؤمن أن المواضيع هذه مهمة جدا، عشان هي مهمة جدا ما تقدرش تناقشها دايما في النطاق الشخصي. فهو سألني سؤال قال لي يعني أنت تقول لي أن أنا لو نجيب لك الشخص اللي عذب أبوك مستعد أنك أنت تجلس معه؟ شنو تدير له لو جبت لك الشخص اللي عذب أبوك؟ فقلت له أنا مش عارف أنا شنو ندير له. أقدرش يعني نقول أنا نقدر نتحكم في مشاعري، لكن نقدر نقول لك أنا نتمنى أن أنا كيف نتصرف معه. قال لي كيف تتمنى تتصرف معه؟ قلت له أنا أتمنى أن يكون عندي الفرصة أن أنا نسلم عليه كأخ. قال لي كيف؟ واحد عذب أبوك تسلم عليه كأخ كيف؟ قلت له نقول لك كيف. إن إيماني أنا إن الفرق بيني وبينه بسيط جدا مش عميق، وإن هو في الآخر أخويا سواء نبي ولا ما نبيش أخويا. بس عشان أنا يكون عندي الفرصة إن أنا نمارس معاه أخوتي لازم حاجات كثيرة تصير. لازم يكون في مجال للقانون ياخذ مسار، مجال عام مختلف في حريات، ولازم هو يقر باللي هو داره ويعرف تأثيره علي شنو كان، ونعرف منه بصدق انه هو ندمان على اللي صار. وحاجات ثانية كثيرة لازم تكون تصير. لو الحاجات هذه كلها صارت أنا مش بس نسلم عليه، أنا ناخذه بالأحضان. إنه وقتها فعلا النار تطفي. لو أنت تقول لي شنو اللي يطفي النار اللي جوا منك، ما يطفيهاش الانتقام للأسف، لأن الانتقام سهل. ما يطفيهاش الانتقام، يطفيها الموضوع هذا. وإنك أنت برضو على فكرة في خطورة في تصرفات القمعية هذه.
في الطاغية. واحد أنا نؤمن أن واحد من الأهداف اللي عند الطاغية أنه هو يقلل من إنسانيتك، أنه هو يحسك أنك أنت عندك ناسك وعندك الناس الأخرى. فهمت؟ تشوفها تصير في سوريا، تشوفها تصير في كل الأماكن للأسف، تشوفها تصير في مصر. ف... ف... فأنك أنت دايما تعلي في نفسك إنسانيتك، وتفكر دايما أن عدوك هو أخوك. هذا شعور مش إنساني كده، يعني عارف اللي هو حاجة مثالي. it's very serious، حاجة بكل جادة. هذا هو يعني في صميم إنسانيتنا احنا ومستقبلنا. وطبعا ما يخفف أكثر ويساعد أكثر زي ما أنت قلت أشياء كثيرة تحدث، أن يكون هناك مجال عام أصلا فيه سيادة القانون، فيه تساوي، فيه بالضبط. عدالة. بالضبط. فالمسألة الحقيقة ما أقدرش. أنا آسف بس في برضو تمرن، الموضوع فيه تمرن. إن إحنا عندنا مشكلة كبيرة، نحكي خاصة على ليبيا، عندنا مشكلة كبيرة على التعامل مع الماضي. يعني الجرائم اللي داروها الطليان ما زال لغاية توا مش عارفين إحنا كيف نتعامل معاها كمجتمع. الجرائم اللي دارها القذافي برضو مش عارفين كيف نتعامل معاها كمجتمع. الجرائم اللي يديروا فيها ناس توا برضو. فالموضوع محتاج تمرن. صحيح. الحقيقة ما أقدرش بعد هذا الكلام أضيف شيء. يعني أنت قلت كلاما رائعا يعني. وزي ما أنت بتقول المسألة ما هيش مثالية، المسألة صعبة. وهو الفكرة هل أنت بتقاوم أو بتعارض عشان يتغير الكون؟ القضية التي دفع والدك فيها يعني ثمن كبير وانتوا دفعتوا الثمن ما كانتش قضية شخصية، كانت قضية بالزبط. عامة. فبالتالي ما تقدرش وانت بتطلب على التعويض والعدالة ان انت تنزع القضية العامة نفسها بالزبط. عن ما تتمناه. بالزبط. بده وصلنا إلى ختام هذا الجزء الثاني من حوارنا معاك، واحنا في الأسبوع القادم هنختم. هحاول أسألك شوية عن اللوغاريتم الليبي، بس برضو من خلال تجربتك الخاصة ومن خلال لقائك بسيف الإسلام وما تراه الآن على الساحة في ليبيا. ولو أن كل يوم بيحصل يعني يمكن على ما يذاع الحوار ده يبقى فيه أشياء أخرى كثيرة اختلفت، فهنحاول نتكلم بشكل عام. هنكمل حوارنا مع الروائي الليبي العالمي هشام مطر اللي أنا سعيد جدا ومتشرف بلقائي معاه، وفاصل قصير ونكمل فقرات هذه الحلقة، فابقوا معنا.